هتصدقني لو قلتلك إن في الوقت اللي أنت بتكون فرحان فيه وبتحتفل بدخول رمضان، في ناس تانية بتكون حزينة بدخول رمضان. ناس بتكره رمضان ورمضان تقيل عليها قوي. فزي ما رمضان بيكون سبب فرحة عند بعض الناس، بيكون سبب حزن عند ناس تانية. وأسعد ليلة بتكون ليهم في رمضان هي آخر ليلة اللي بيمشي فيها، لأن رمضان بيدوس على ضميرهم وبيوجعهم. شعائر منتشرة في كل مكان، وفي كل مكان ناس ماسكة المصحف، وفي كل مكان ناس رايحة المسجد صبح وليل، وتبرعات وأفعال خير وصدقات. فرمضان موسم ظهور واحتفال بالطاعات، وكل ده طبعا بيفكر صاحبنا قد إيه هو مقصر، وعشان كده ما بيحبش رمضان وما بيتحملش تأنيب الضمير الدايم فيه. سمع أصوات رجول الناس وهم نازلين لصلاة الفجر وهو مش قادر، شايف كرم الناس في الإطعام والصدقات وهو مش قادر يطلع، وعشان كده رمضان بيعدي تقيل قوي عليه. وفي الوقت اللي مرور كل يوم من رمضان بياخد حتة من روح المؤمن من الحزن عليه، بيكون صاحبنا ده فرحان بمرور أيامه. وأنا جاي النهاردة أقول كلمتين لصاحبنا ده اللي رمضان تقيل عليه. أنا مش جاي أكلمك عن فضل رمضان لأنك أكيد عارفه، فاسمع مني. أنت بدل ما تكره الشعائر اللي منتشرة حواليك في كل مكان دي، اعتبرها زي إشاعة الرنين اللي بتنزل على عمودك الفقري وبتصوره لك، وبتبين لك كل نقط الضعف والمشاكل اللي فيه عشان تبدأ علاجها. فرمضان هو الإشاعة اللي بتعملها لقلبك وروحك. فتعامل مع رمضان على إنه تشخيص قبل ما يكون علاج، لأنك مش هتعالج ضعفك إلا لما تعرفه الأول، ومش هتعرفه إلا لما تعيش أجواء زي رمضان دي وتعرف تقصيرك فين وقد إيه أنت بعيد. في رمضان بس هتعرف قد إيه أنت بعدت عن الحالة الطبيعية اللي مفروض يكون عليها المسلم، من التزامك بصلاتك وقيامك وقراءتك للقرآن. فدي أول حاجة جاية أقولها لك عن رمضان، إنك تتعامل معاه على إنه إشاعة مش جاية تفضحك لكن جاية تشخصك وتعالجك. فاسمح لرمضان إنه يتغلغل فيك، وكل ما يكتشف لك ضعف فيك افرح واسعى إنك تداويه. فصدقني رمضان هو المحطة الأجمل لتغيير كل شيء بيتعبك، هو المحطة الأجمل لتطوير واكتشاف نفسك، هو المحطة الأجمل لتصحيح مسار حياتك. صدقني هتكتشف عند الموت إن رمضان كان المحطة الأجمل في حياتك، وهتتمنى لو احترمته وحصلت من كراماته وخيره أكتر. فحاول تعيش أيامه بذكاء وتتخلص من كل شيء بيعيق علاقتك بربنا فيه وبيطلعك منه خسران. فهي شوية أحاسيس في رمضان لازم يعدوا عليك وتحسهم. أولهم الإحساس بالله، وهو أجمل إحساس بالحياة. فلازم تحس بالله وبوجوده وقربه في الأيام دي. وإزاي بس مش هتحس بقربه وإنت ماسك مصحفه بتقرأ فيه، وإنت واقف في الصلاة بين إيديه بتناديه؟ وعشان معنى القرب ده وعلاقته بالصيام، ربنا وسط آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فخلي ده أول أهدافك في رمضان، إنك توصل له وتحسه، إنك تستشعر قرب ربنا. كمان في رمضان لازم تحس بحركة الزمن، فزي ما رمضان بيمر وبيتحرك وإنت مركز معاه وبتلحقه، فالعمر كمان بيجري وبيتحرك وإنت غفلان عنه. فرمضان هو عمرك الصغير، وعمرك هو رمضانك الكبير. في رمضان لازم تحس وتفهم قد إيه أنت مستغل، وكل حاجة حواليك بتحاول تستغلك. فهم مش بيحاولوا بالمسلسلات والبرامج دي يسعدوك، لكن بيحاولوا يستغلوك. فكل حاجة في الشاشة بتمر قدام عينيك بقت استغلال وتسويق رخيص وبس. فحاول في رمضان تخذلهم وتنصر نفسك لمرة، وتخلي رتم حياتك أبطأ وتقطع علاقتك بيهم، وخلي روتين يومك في رمضان مختلف. فيومك في رمضان احرص إن ما يكونش زي يومك العادي، ولا حتى زي أيامك في رمضان اللي فات. صدقني مش هتستمتع برمضان غير لما تحس بالصراع اللي جواك، والمجاهدة اللي بتتقطع فيها روحك من جواك، عايش بين إرادتين جواك، واحدة بتميل ناحية الشهوة والمعصية والحياة من غير حدود أو قيود، وواحدة بتميل ناحية الندم والتوبة والرجوع والخوف من ربنا. فرمضان جه خلي بالك عشان تنصر إرادة من الإرادتين دول. فإما تنصر إرادة الخير جواك وتجاهد نفسك فيه ويطلع رمضان أحلى نسخة منك، وإما تنتصر لإرادة الشر جواك وترتكب فيه ذنوب ومعاصي يمكن أكبر بكتير من اللي أنت بترتكبها في غير رمضان. في رمضان لازم تحس إن كل شيء بيرحل ويغيب إلا صناعة الخير والمعروف، فشارك فيها على قد ما تقدر. في رمضان لازم تحس باللي أقل منك مهما كانت ظروفك تعبانة، فأنت هتفضل حاسس بالقلق لأنك ما عندكش ومش معاك حتى القليل لغاية لما تقابل المعدوم. هتفضل قلقان ومتضايق من شقتك الصغيرة لغاية لما تقابل بالصدفة اللي عايش في بيوت من صفيح واللي خسر بيته وأهله في لحظة. هتفضل منزعج عشان مش قادر تجيب العربية اللي بتحلم بيها لغاية لما تشوف بالصدفة اللي فقد رجلين وساقينه الاتنين. كومة نعم وعايشين تحتها والله، كومة غفلة وعايشين فيها والله. فمن أجمل معاني رمضان على الإطلاق إنك تحس باللي أقل منك، وده مقصود شرعي جدا، ومن أكتر الحاجات اللي ترضيك وتقويك إنك تكمل.
ولما سألوا شخص إيه الدرس اللي اتعلمته من توهانك أنت وصحابك 21 يوم في قارب صغير في المحيط الهادي، قال لهم أكبر درس اتعلمته هو إنك ما دمت بتملك المية اللي بتشربها واللقمة اللي بتاكلها فمش مفروض تشكي من أي حاجة بعد كده. وهو ده بالظبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومي فقد حيزت له الدنيا. هو ده رمضان. فرمضان مش جايلك في الأساس عشان تصلي وتصوم، لكن جايلك عشان يحرك ويحيي ممات قلبك ويصحح نظرتك لكل حاجة حواليك. رمضان جاي يصحح لك دي، إنك تستشعر بالنعم اللي بين إيديك. وإيه مقصد الصيام في إنه يجوعك غير إنه يفوقك للنعمة اللي بين إيديك واللي مش حاسس بقيمتها؟ سأل جندي اتصاب برصاصة في حنجرته الطبيب بتاعه وهو في حالته الصحية دي وقال له: هو أنا هعيش؟ فرد عليه الطبيب وقال له: هتعيش. فسأله الجندي مرة تاني وقال له: هو أنا هتكلم؟ فرد عليه الطبيب وقال له: هتتكلم. فقال الجندي في سعادة: يبقى أنا قلقان ليه بس من بكرة؟ أدرك للحظة إن رجوعه للوضع اللي كان عليه قبل سلب النعمة هو أكبر نعمة. وإحنا كمان في لحظات كتيرة بنحس بده، وكان آخرهم أيام كورونا. كنا بنتمنى إننا نرجع بس للحياة اللي كنا عايشينها من قبل كده ومن غير زيادة. فالجندي قال: طالما عايش وبتكلم يبقى قلقان ليه؟ والسؤال ده مفروض كل واحد مننا يسأله لنفسه: هو أنا قلقان ليه؟ هتلاقي اللي انت قلقان منه أقل بكتير من اللي حصل مثلا مع أهل غزة، أو حتى من اللي حصل مثلا مع الجندي ده. وأنا هنا مش بكلمك عن حالات نادرة جه عليها الزمن، لكن بكلمك عن ملايين الحالات المريضة بالسرطان وملايين الأسر المشردة. ومازال وسط كل الابتلاءات دي ربنا حافظ عليك نعمته. فلو فكرت اللحظة هتلاقي 90% من حياتك ماشية بشكل صح، وتعبك كله في 10% اللي باقيين. فلو حبيت تكون سعيد فلازم تركز على 90% وما تفكرش في 10%. أما بقى لو حبيت تحول حياتك لجحيم فالأمر بسيط خالص. كل اللي عليك إنك تركز على 10% اللي بعافية في حياتك. يا جدع كام تساوي عينيك وكام يساوي ولادك؟ فاحسب ثروتك صح وهتلاقيها ما تتقدرش بمال. فخلي رمضانك ده مختلف وخليه يصحح أفكارك ويقينك قبل ما يصحح طاعتك وسلوكك. وكل سنة وانتم في راحة بال وفي أحسن حال. سلام.